كل سنة وانتم طيبين. اخباركم ايه؟ صباح الفل. في حاجات لما تيجي تتكلم فيها ب... بتتهم بازدراء الاديان، وبتتهم بان انت فاسق، وان انت ضد الدين، وان انت كافر، وبيبتدي الصوات والصريخ والعويل والبلاغات، في حين ان انت كل اللي بتعمله ان انت بتقول رايك، مش اكتر. يعني احنا كلنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وانا مسلم موحد بالله وما بسيبش فرد. بس في حاجه لاحظتها بقالي فتره طويله، يعني حبيت اتكلم فيها النهارده. عدد المساجد في مصر، احصائيه رسميه يعني طبقا لوزاره الاوقاف، 152 الف مسجد. 152 الف مسجد، ده غير بقى الزوايا والجوامع الصغيره اللي تحت البيوت وفي الكومباوندات اللي بالالاف. في حين ان عدد المدارس حكومه وخاصه في مصر 26 الف مدرسه. عدد المستشفيات في مصر كلها، حكومة، مستشفيات حكومة ومستشفيات خاصة، 2400 مستشفى. وتيجي لما تعمل إعلان تبرع لمستشفى أو إعلان تبرع لمدرسة، يقعدوا يشتموا ويقول لك الحاجات دي احنا مالنا بيها، الحاجات دي المفروض تبقى على الدولة، احنا ملناش دخل بالكلام ده. لكن لو عملت إعلان تبرع لمسجد، بتلاقي ما شاء الله ناس كتير، سواء الناس فعلا بيراعوا ربنا وعايزين ان هم يكسبوا ثواب مسجد، او في ناس بتدعي الدين وان هو يعني عامل نفسه تقي، فيقول لك لا انا اتبرع لمسجد. طيب، هل ده يرضي ربنا؟ يعني للشيوخ وفقهاء الاسلام والعلماء، هل يرضي ربنا في دولة زي مصر في ملايين بيقفوا قدام المستشفيات مش لاقيين علاج ومش لاقيين مستشفيات تعالجهم، ان يبقى عندي 152 الف مسجد ويكون عندي 2400 مستشفى بس حكومة وخاصة؟ هل يبقى في 26 ألف مدرسة خاصة وحكومة في حين يكون في 152 ألف مسجد غير المساجد الصغيرة تحت البيوت أو في الكومباوندات أو الزوايا؟ ده سؤال أنا بتكلم فيه. المفروض يبقى العكس، يبقى عندي 26 ألف مسجد ويبقى عندي 152 ألف مدرسة ومستشفى. هم دولت اللي فعلا يستاهلوا. ليه؟ أولا أنت لو بتروح مسجد النهاردة بتلاقي ربع المسجد مليان والباقي فاضي، وفي مساجد بتبقى يا دوبك صفين. اما المدارس فبتلاقي الفصل فيه 70 80 طفل، والمستشفيات بتلاقي جوه مزدحمه جدا جدا، وفي ناس واقفه بره مش لاقيه انها تدخل. فالافضل يا جماعه ان احنا نفكر صح ونحسبها صح، وتبقى تبرعاتنا للاهم. مساجد خلاص الحمد لله، احنا عندنا مساجد تعتبر يمكن تاني او تالت بلد في العالم فيها عدد من المساجد والزوايا، يمكن ما كناش اكتر بلد في العالم. احنا 113 مليون مواطن، محتاجين مستشفيات، محتاجين مدارس. فيا ريت نخلي تبرعنا الايام اللي جايه لبناء المستشفيات والمدارس. وده رايي، وانا عارف انها هتشتم وهو هيتهموني اتهامات غريبه الشكل، ولكن ده رايي. كل سنه وانتم طيبين.